السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسعادة، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع، طبعًا شم النسيم عندنا في مصر حاجة تانية خالص. النهارده إن شاء الله من مطبخ ماما عبير هاعمل لكم طريقة آآ تخليل البصل. أو تمليح البصل، لأ مش عارفة يعني هي طريقة جميلة أوي أنا باعملها في البصل الأحمر لمّا آجي آكل الفسيخ، يعني أنا من غير الطريقة ديّة ما أعرفش آكل فسيخ، يعني ما باحسش بطعم الفسيخ إلا لمّا لازم آكل البصل الأحمر ده، طريقة جميلة جدًا وبسيطة فعلًا يعني إحنا عارفين إن فوايد البصل فوايد عديدة جدًا، عارفين إن البصل قاتل للميكروبات وأنتيبيوتيك طبيعي، يعني في ناس ياما بتروح في شم النسيم بيشتروا فسيخ من برّه من أماكن مش موثوق منها، وطبعًا ممكن ده بيبقى فيه ضرر. فلو أكلوا البصل مع الفسيخ أكيد، أكيد إن شاء الله بإذن الله مش هيجرى لهم حاجة، وبيبقى يعني antibiotic طبيعي بيحمي من أي بكتيريا بتبقى موجودة في الفسيخ أو في الرنجة أو في السردين أو في أي حاجة هياكلوها يعني في شم النسيم. بجد، بجد طريقة جميلة يعني هتعجبكم جدًا، وزي ما أنتم شايفين البصل عظمة، 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 لونه جميل جدًا وطعمه خطير. يالّا نسمّي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا. إحنا طبعًا في موسم البصل، عارفين البصل الأحمر ده طبعًا بصراحة أنا باعشق البصل، باعشقه، يعني أكتر سِت بتستهلك بصل طول السنة بكميات رهيبة، يعني أنا باحبه، يعني باحب دايمًا في الأكلات، في الشوربات، باحبه آكله ني كده بيبقى جميل أوي. أنا هنا هاجيب البصل وجايبة برطمان غسلته كويس وعقّمته، معايا هنا معلقة سُكّر ونُص معلقة أو 3/4 معلقة ملح، ومعايا فلفل أسمر حصى. باجيب البصلاية بعد ما قطّعتها وغسلتها زي ما أنتم شايفين كده، قمر، يعني البصل تحسّي إن أنتم ماسكين تفاح، بجد، بجد جميل جدًا. الحقوا بقى خزّنوا كميات كتير أوي عشان هو يعني قبل ما سعره يعلى بقى ونشوف آمم سعره وصل 50 و60 زي الأيام اللي ما يعلم بيها إلا ربنا اللي إحنا شُفناها. زي ما أنتم شايفين هو في السوق يعني من 7 ل10 جنيه، فالحقوا يعني. أنا قطّعت البصل هنا طرنشات زي ما أنتم شايفين كده، باجيب البرطمان طبعًا باحاول أنا أرصه. طبعًا عايزين تعملوا كميات كتيرة اعملوا ما فيش أي مشكلة، بس أنا باعمل على قد الأكلة بس، يعني على قد الأكلة باعمل. وبارصه كده، وبعد كده أنا نسيت هنا في الخطوة ديّة، نسيت أحُط يعني الفلفل الأسمر السُكّر، يعني لازم في قلب البرطمان كده باحُط الملح والفلفل الأسمر وباحُط السُكّر، وبعد كده باكمّل البصل بانزل عليه الخَل، باملا البرطمان كُلّه خَل. الطريقة ديّة جميلة أوي، طريقة البصل ديّة ممكن تاكلوها مع الشاورما، ممكن تاكلوها مع أكلات ياما أوي، يعني مش شرط إن أنا آكل البصل مع الفسيخ أو مع الرنجة أو لأ، 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 أنا باعملها على طول، يعني أنا لمّا باجي أعمل ساندوتشات شاورما باحب أعملها. تمام كده، فاعملوها جرّبوها والله مش هتندموا خالص، جميلة جدًا. وطعمها لذيذ أوي، المَيّة بتاعتها قمر، والله العظيم 3 المَيّة طعمها لذيذ جدًا، 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 الله، الله! السُكّر مع الملح مع الفلفل الأسمر ده عامل مع الخَل عامل كده آآ سوكسيه كده جميل والله العظيم، يعني مش عارفة يعني أوصّل لكم الطعم، بس أنتم لازم يعني تجرّبوه عشان أنتم اللي تحكموا بنفسكم. زي ما أنتم شايفين كده أنا غرّقت البرطمان آمم
خَل هو بعد كده أول ما بيقعد كل ده هينزل خالص وهيهبط لغاية تحت، تمام كده. إحنا عارفين إن البصل بيبقى مليان سوايل، فطبعًا لمّا بيتنقع بينزل كلّه في القاع من تحت. أنا طبعًا جِبت البرطمان وهاقفله وهاحطه بقى في التلاجة لمدة 24 ساعة، يوم أو يومين، وبعد كده تقدري تاكلي منه وهينزّل اللون بتاعه البنفسجي اللذيذ ده. وطلّعوا بقى كُلوا مع شاورما، مع فسيخ، بس بجد مع الفسيخ حاجة تانية خالص. باحبكم كتير، كتير، كتير. باتمنى ليكم السعادة، باتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وباتمنى تجرّبوها. يا ريت بقى تشيّروا الفيديو في كل مكان. سلام عليكم.